بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الأسماء في المنام. يعني لو حد قابل شخص ما يعرفوش في المنام، لو حد قابل شخص ما يعرفوش في المنام بس اسمه عارفه، يعني مثلا قابل شخص اسمه عبد الرزاق، فده بشرة خير ليه إن شاء الله ربنا هيرزقه رزق واسع ورزق وفير من حيث لا يدري ولا يحتسب. او شخص اسمه عبد الوهاب، برضك ده من الاسماء اللي فيها مبشرات بالخير، ان ربنا يهبه حاجة هتكون هو كان بيتمناها وهتكون بشرة خير ليه بإذن الله. ولو قابل شخص اسمه احمد او محمد او محمود، من الاسماء اللي هي مبشرة بالخير، ودي ان هيبقى في نعمة هو هيشكر ربنا عليها، لان احمد او محمد او محمود فيها حمد، من الاسماء اللي فيها الحمد لله. ولو قابل شخص اسمه مصطفى، فده بشرة خير ليه ان هو ربنا اصطفاه لحاجة معينة او اختاره لحاجة فيها خير ليه بإذن الله. من الاسماء برضك المبشرات بالخير اسم امنية او امل او منى. فدي مبشرات فيها بشرة خير للرائي، ان هو هيبقى في امنية كانت بالنسبة له صعبة تتحقق، وده بشرة خير لي انها ان شاء الله ربنا ييسرها له وهتحقق له في القريب العاجل باذن الله. انا بتكلم على الرأي بالنسبة لكان او سيد أو يعني سيدة او رجل. فدي من الاسماء المبشرات بالخير. وفي اسماء تانية كتير طبعا. آه يعني من وقت للتاني كده نعمل حلقة عن الاسماء، لان ليها دلالة وليها معنى، وزي